في كرة القدم في لعيبة كتير عظماء، بس قليل قوي اللي بيتحولوا لرموز كبيرة. رموز مش بس عشان الكرة اللي بيلعبوها، لا، لكن عشان أخلاقهم ومواقفهم اللي بتفضل محفورة في قلوب الناس. ومحمد أبو تريكة الساحر من النوع ده، واحد من الناس اللي الجماهير سمته أمير القلوب. وده مش لقب عادي، لا، ده لقب عمره ما بيتقال غير لحد كسب حب الناس من غير ما يطلبه. أبو تريكة اتولد في 7 نوفمبر 78 في قرية ناهية بمحافظة الجيزة. اتربى في بيت بسيط جدا، أبوه عامل وأمه ست بيت، وكان وسط 5 اخوات زي أي ولد مصري عادي. بدأ لعب الكرة في الشوارع على تراب الأرض بالكرة الشراب اللي كلنا لعبنا بيها، بس من بدري كان واضح إنه مختلف. الكرة بالنسبة له مش لعبة وخلاص، دي كانت عش. اللي حواليه كلهم كانوا شايفين إنه بيقضي ساعات طويلة يلعب لوحده، يمرن نفسه ويتعلم حركات جديدة، وكان دايما متفوق في فرق المدرسة. ومن هنا بدأت موهبته تكبر. بعد شوية انضم أبو تريكة لنادي الترسانة. الترسانة في الوقت ده كان نادي كبير وله تاريخ، وهناك أبو تريكة أثبت نفسه بسرعة.